ما حكم من دخل البرامج المختلطة الغرف مع عدم كتابة أي شيء دون علم العاقد، مع أني أعرف أنه يرفض ذلك؟ يعني كان السائل أخت تقول يعني أنها تدخل على البرامج المختلطة الغرف يعني لطلب العلم، يعني تسمع أحد المشايخ مثلا على الغرفة، مع إذا كانت تسمع أحد مشايخ السنة على الغرفة ولا تكتب إنما بس تتابع فقط، أو إذا كتبت ما تكتب يعني تخاطب أحدا، إنما ممكن تعلق تعليقا، تسأل سؤالا. إذا علقت تعليقا أو سألت سؤالا هذا لا بأس، إنما لا تخاطب أحد. أنا لا أرى أن من يدخل على هذه الغرف حتى لو سمع درس علمي لا أراه يعني الفتاة أو الولد يقع أو الشاب يقع بينهما تخاطب، لا أرى هذا أبدا. وبعدين ما فين التخاطب؟ الفتاة تكلم الولد، أنت إذا أردت علما تستفسرين عن شيء فاسأل الشيخ، أنت تستفسري عن شيء من هذا من الطالب هذا، أو الطالب يستفسر عن شيء من الطالبة، لا، أنت تستفسري من الشيخ وجيه السؤال للشيخ. أما الكلام والمحادثة والكتابة بين الفتاة والشاب حتى أثناء سماع الدرس هذا لا ينبغي قط، ولا تكتب الأخت إلا إذا احتاجت إلى ذلك في تعليق أو سؤال. هذا الأمر الثاني، أنا أرى ولعل إخواننا يسمعوننا الآن وأخواتنا يسمعنا الآن، أنا لا أرى الانشغال بالكتابة أثناء سماع الدرس، لأنه يبلغني أن حوارات تقع، وأن بعض الناس قد يدخل لا من غرض سماع الشيخ إنما من غرض أن يستغل الدخول على الأماكن الخاصة أو يعني الإيميلات الخاصة لبعض الطلاب ليدخل بفكره هو، يعني بينما الولد مثلا أو الشاب يسمع يوم يدخل عليه واحد آخر فيرسل إليه شيء على إيميل الخاص ويشوش عليه وتقع مناظرات ومحاورات، كل هذا والشيخ بيتكلم في درس. لا، يتقي الله كل واحد، اللي داخل يستفيد، اللي مش داخل يستفيد يريح الناس من شره، إنما يدخل يستغل هذا ويخاطب الناس ليفسد الطلبة أو يؤثر على الطلبة أو كذا. وأنا أقول لا ينبغي أن يرد على يعني هؤلاء الطلاب. فأنا أقول ينبغي على الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا الحرص على الاستفادة من الشيخ وسماع الشيخ، وإذا كان من استفسار في كلام الشيخ يبقى ليستفسر الطالب من الشيخ نفسه. إنما ما فائدة أن طالبة تحاور طالبا في مسألة علمية والشيخ بيتكلم؟ ما ينبغي أن يفتح هذا، لأن هذا قد يؤدي إلى شرور. طيب الأخت بتقول إذا كان هذا دون علم العاقد مع أني أعرف أنه يرفض ذلك، إن كان يرفض ذلك لحيثية شرعية، بمعنى أن الأخت دخلت مثلا وقد بدر منها مخالفات حينما خاطبت بعض الناس مثلا أو كذا، هو علم بذلك أو يخبط بذلك فأراد أن يمنع، فخلص هذا له مصوغ شرعي في هذا. أما إذا ما كان له مصوغ شرعي في المنع فإن هذا علم ولا ترتب عليه ضرر ولا يلزم أن تطيعه في هذا، لكن لا تخبره لأن هذا سماع. لكن لو أن العلم بيترتب أنه هتنتقل إلى المسجد لتتعلم ويترتب على ذلك فتن ويريد أن يمنعها، إنما السماع ما في شيء.